لا انا برا الهواء طلق. يلا 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 نشوف. استضافهم وفتح بيته لهم ورحب بهم على أحسن ما يكون وعلى قدر ما يستطيع، لكنه في تلك اللحظة تفاجأ بحدوث أمر جعله يشعر بإحراج شديد أمام ضيوفه، وبدون أن يشعر بنفسه قام بأمر لم يكن يتوقعه. فماذا حدث؟ موقف ثقيل الظل لم يكن يجب أن يحدث أبدا، حتى لو كان المضيف هو صديقهم المقرب. لكن ما فعله أصدقاؤه معه تجاوز حد المقلب ودخل في مرحلة الإهانة والتقليل من المضيف الذي يبدو أنه لم يستطع أن يتقبل على كرامته ونفسه ما فعله معه أصدقاؤه، وعدم تقديرهم لسنه الكبير الذي يجب أن يحترموه أفضل مما فعلوا. فقد تعرض مواطن خليجي لموقف محرج أمام ضيوفه بعد أن قام مجموعة من أصدقائه بمقلب غير لائق معه، وفي أثناء استقباله لضيوفه، حيث أقام وليمة كبيرة إكراما لهم، اصطحبهم لتناول الغداء الذي كان قد جهزه لهم، وهو عبارة عن مندي. ولكن في تلك اللحظة كان أصدقاؤه قد أعدوا له كمينا محكما جعله يتمنى لو أن تنشق الأرض وتبتلع من الإحراج الذي وجد نفسه فيه. فبدلا من أن يجد ذلك الشخص المندي الذي قام بإعداده لضيوفه، تفاجأ بقيام أصدقائه بتغيير اللحم ووضعوا مكانه نصف دجاجة، مما أثار دهشة الرجل وضيوفه عند تقديم الطعام. وجد الرجل نفسه في موقف لا يحسد عليه، فهو لا يستطيع إعداد طعام جديد بعد أن تأخر الوقت، ولا يستطيع إخفاء شعوره بالإحراج الشديد من ضيوفه الذين بدأوا بالغمز واللمز عليه. وهنا نزلت دموعه أمام ضيوفه من شدة إحساسه بالقهر والعجز، وأخذ يبكي أمامهم. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو وعبروا عن استيائهم الشديد مما فعله الضيوف مع مضيفهم، وهو مقلب حتى لو فعلوه معه كنوع من الدعابة يظل قليل الذوق مسيئا لهم وليس لمضيفهم. وأكدوا أنه حتى لو كانت النصف دجاجة هي ما يقدمه لهم، فمن الواجب عليهم أن يحترموا مضيفهم ولا يقوموا بالتقليل منه وممارسة الغمز واللمز، لأن هذا يخالف الأصول والعادات، وكذلك يمنعه الشرع الذي جعل إكرام الضيف واجبا على المضيف. ولكنه في الوقت ذاته يجب أن يرد بإحسان وامتنان من الضيوف. وكتب أحد المغردين: والله دي حركات عيب جدا، خصوصا مع كبار السن، مرة عيب. لماذا كل هذا حتى تضحكون؟ ما أدري والله، ما أحب مقالب كهذه. وكتب آخر: أعوذ بالله من بعض المزاح والمقالب، ما يجيب إلا سوء العاقبة. وكتب ثالث: والله ما حدث عيب على الضيف وصديق، يعني أنت ضيف، قدر نعمة الله وما تتكبر. فما رأيك في المقلب الذي فعله الضيوف مع مضيفهم؟